وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بلي، وهي قبيلة عربية معروفة، أسلما جميعا وقدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، ثم إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد، ومكث الرجل الثاني من بلي بعده عاما، وبعد عام توفي هذا الرجل الآخر، فرأى طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل، رأى في منامه أنه عند باب الجنة، وإذا أنا بهما يقول، أي في الرؤيا إذا أنا بهما معي عند باب الجنة. فخرج مناد من الجنة فنادى الذي توفي غير الذي مات شهيدا، وأذن له بدخول الجنة. ثم خرج المنادي نفسه ودعا الآخر الذي توفي قبل وأذن له بدخول الجنة، ثم خرج وقال لطلحة بن عبيد الله: إنه لم يحن وقتك بعد. فلما أصبح طلحة رضي الله عنه أخذ يحدث بهذه الرؤيا الناس، فأصبح الناس يتعجبون، حتى بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان أكثر اجتهادا ومات في غزوة، والآخر مات على فراشه، وقد دخل الآخر الجنة قبله. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس الذي بقي قد أدرك رمضان وصامه وسجد لله كذا وكذا سجدة في الصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فإن ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. والمعنى أيها المباركون أن طول العمر وحسن العمل ترفع به الدرجات، فالآخر الذي دخل الجنة قبل أخيه وكلا دخل الجنة، إلا أن الثاني بقي عمر فأدرك رمضان وصامه، والأول لم يدرك رمضان ولم يصمه، وقد كان يصلي ويكثر السجود لله في صلاته، أي أنه كثير الصلوات الفرض والنفل، فالعمل الصالح به رجح هذا على أخيه ودخل الجنة.